مش هكلمك على صحة الفرخة دي، ولا انها كانت مثلا وهي زمان كنا بنشوف فرخة بتكاكي وبتعمل صوت، دلوقتي الفرارجي بياخدها بين ايدها ويحطها على الميزان ما بتتحركش. مش هقول لك ده صحتها عاملة ازاي يعني، ولا انها تقيلة، ولا ان عظمها مكسر، ولا انها وهي بتتذبح خلاص جالها فشل كبدي وفشل كلوي اصلا. ده هم كلام هم اللي بيقولوا على فكرة، من كتر المضادات الحيوية اللي بتتحط في علفها. فبتحول، بتبوظي حاجة في البيولوجي بتاع دماغها، بتخليها بتاكل طول النهار. نفس القصه بتحصل مع الابقار. نفس القصه بتحصل مع الابقار. فالفلاح او المزارع او المربي بيفرح قوي بالحجم اللي بيزيد والوزن اللي بيوزن معاه وبيبيع، لكن الضرر بيقع علينا وعلى اولادنا. حضرتك فاهماني؟ انا مبدئي يا حنان هانم حاجه بسيطه قوي: امنع السم اللي داخل لك يستقيم جسمك او جسدك. انت كده تقريبا منعت كل الاكل يا دكتور. بالظبط. ما هو معلش، ما انا هقول لسعادتك على حاجه، هي مش مشكلتي انا، هي مشكله البني ادم اتدخل قد ايه في المنتج. فدي مش مشكلتي انا، كل اللي عملته حاجه انا جايد، انا بشاور. ده هيضر حضرتك، انت ليكي الحريه المطلق الحريه. عشان كده لما واحد يجي ياكل مثلا نفسه هفته على محشي، فراح كل محشي كرنب، ومحشي الكرنب ده اصلا هو كورقه، دي ورقه بلاستيك ما بتتهضمش يعني، ورقه سيبك من دي. البلاستيك ده بقى كمان عليه مبيد حشري، كويس، وهو كله بالهنا والشفا، وقام من بعد الاكله دي بساعه